كوباية القهوة كل يوم الصبح دي ليها مزاج تاني، بس للأسف ممكن نتحرم منها. بس هو ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل ان اسعار البن العالمية طلعت بسرعة البرق في الايام اللي فاتت، وزادت حوالي 5.2% في 3 ايام بس، وسعر العقود في امريكا وصل ل $309 مقارنة ب $293.7 قبلها، وده مؤشر يقلق الصراحة. بس حسن فوزي رئيس شعبة البن قال ان لحد دلوقتي الاسعار لسه مستقر، والبن السادة بيتباع بسعر بين 500 و 520 جنيه للكيلو حسب المنطقة، وده بسبب ان دورة الاستيراد طويلة، بتاخد من 2 ل3 من وقت التعاقد لحد ما توصل الشحنة وتخلصها من الجمارك. لكنه قال ان الزيادة اللي بتحصل في الاسعار العالمية هتوصل للسوق المحلي مع الوقت لو استمرت. المشكلة كمان ان في ناس مزارعين حوالين العالم بقوا يزرعوا محاصيل تانية بدل البن لانه مش مربح قوي، وده قلل المعروض ورفع الاسعار. لكن لو رجعوا يزرعوه تاني ممكن الاسعار وقتها تقل. وقال ان الحاله دلوقتي في السوق المحلي مش واضحه تماما، ولسه مستنيين الاوضاع العالميه تستقر شويه، خصوصا بقى ان من شهر كان في نزول في الاسعار حوالي كده 10%، وبعدين رجعت الاسعار العالميه ترتفع من تاني. بس هل انت شايف بقى ان اسعار البن ممكن تزيد فعلا الفتره الجايه ولا لا؟ شاركنا بتعليقك وقول لنا رايك.